السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد لو أنت أول مرة تشوفني في السلسلة ديت إن شاء الله إحنا بنشرح أهم 1000 كلمة مستخدمة في اللغة الإنجليزية، والسلسلة ديت هي في الأساس موجهة للمبتدئين وبنشرح الكلمات عن طريق قصص. فأنت يعني لو متفرجتش على الفيديوهات اللي قبل كده ممكن تتفرج عليها أو ممكن تكمل الفيديو ده للآخر وبعد كده ترجع للفيديوهات اللي فاتت. إحنا كنا عملنا قبل كده 6 قصص والنهاردة معانا القصة رقم 7 إن شاء الله. فبدون ما نضيع وقت يلا بينا نبتدي. واحنا طبعا في الاول كده بقرا لك القصه قراءه سريعه وبعرض لك صور، وكمان بعد كده بقرا لك قراءه بطيئه شويه وبعد كده بنبدا نحللها ان شاء الله بقى تحليل تفصيلي. فبدون ما نضيع وقت انا دلوقتي هقرا لك القصه، عاوزك تركز معايا وتبص على الصور اللي انت هتشوفها قدامك عشان تكون يعني مستوعب الكلام. Last weekend I visited my friend Omar. He lives in a small apartment. We drank coffee and talked about work and movies. Then we played video games and laughed a lot. His mom made delicious sandwiches for us. I stayed for 2 hours and then went home. It was a fun day. هقرأ لك دلوقتي قراءة بطيئة فعاوزك تركز معايا. Last weekend I visited my friend Omar. He lives in a small apartment. We drank coffee and talked about work and movies. Then we played video games and laughed a lot. His mom made delicious sandwiches for us. I stayed for 2 hours and then went home. It was a fun day. يعني القصة هي سهلة، إن شاء الله يعني أتمنى تكون فهمت كده وأنت شايف القصص اللي هي موجودة قدامك. فدلوقتي عاوزك تاخد بالك من كام حاجة كده. أول حاجة هي كلمة last، ما بقولش last، هي بقول last weekend last weekend I visited خلي بالك من صوت ال V، هو مش ال F خالص، يعني مش بقول visited، لا بقول visited. I visited my friend Omar. He lives تاني برضو هي صوت ال V مختلف عن ال F، فبالتالي ما بقولش he lives، لا he lives. He lives in a small apartment. He lives in a small apartment. فاكر صوت ال P احنا اتكلمنا عنه، وهو انت بتقفل بقك وصوت الهواء بتسمح له كده بيطلع، فبقول apartment. We drank coffee and talked about work and movies. We drank coffee and talked. كلمة and ما بقولهاش and، بقولها and talked. ما بقولش حرف دي خالص، بقولها and talked. خلي بالك برضو من كلمة talked and talked about work and talked about work and movies. Then صوت ال TH لازم يكون لسانك ما بين سنانك، فبقول then we بعد كده عندنا صوت ال played video games and laughed a lot. كلمة and تانية هيتي ما بقولهاش and، بقولها and laughed a lot. فخلي بالك بقى من يعني الحاجات اللي احنا خدنا لها لحد دلوقتي، هو صوت ال V مثلا في كلمات زي اللي احنا قلناها اللي هي visited و lives و video، وكمان صوت ال p في كلمات زي apartment we played. His mom made delicious sandwiches for us. كلمة sandwiches مش بقولها أي نطق تاني، بقولها sandwiches. فهي صوت ال D مش بقوله. كمان في صوت ال CH ما بقولش sandwiches، لا هي sandwiches. I stayed for 2 hours and then went home. It was a fun day. I stayed for two.
صوت التي هو في صوت معاه كده، صوت همس كده معاه شوية، فبقولهاش تو، لا بقولها two for 2 hours hours. صوت ال H هنا طبعا silent، فطبعا ما بقولهاش hours، لا بقول hours. And then went home. It was a fun day. It was a fun day. أتمنى تكون يعني لحد دلوقتي لحد ما عرفت تنطق الدنيا كده شوية. last weekend اللي هو في نهاية الأسبوع الماضي I visited my friend عمر، اللي هو أنا زرت صديقي عمر. He lives in a small apartment. يعني هو عايش في شقة صغيرة. We drank coffee and talked about work and movies. يعني نحن شربنا القهوة وتكلمنا تكلمنا عن الشغل والأفلام. Then we played video games and laughed a lot. يعني نحن استمتعنا أو إحنا لعبنا اللي هي ألعاب الفيديو وكنا بنضحك يعني كتير. We played video games and laughed a lot. His mom made delicious sandwiches for us. يعني والدته يعني عملت سندوتشات لذيذة لينا. delicious، يعني كلمة delicious ممكن تستخدمها إنك توصف بيها الأكل، وتقول مثلا إن الأكل ده delicious يعني لذيذ. I stayed for 2 hours and then went home. يعني اللي هو قعدت عند صاحبي. I stayed for 2 hours and then went home. It was a fun day. ويعني قعدت عند صاحبي لمدة ساعتين وبعد كده رجعت البيت. It was a fun day، يعني كان يوما ممتعا. Last weekend I visited my friend عمر. لو أنا زرت صاحبي عمر. I visited هنا ماضي visited. انت ممكن تتساءل في حاجة معينة. انت لو لاحظت هتلاقي القصة كلها أفعالها ماضي، اللي هو I visited my friend عمر. هتلاقي we drank coffee and talked about work and movies. We played video games and laughed a lot. His mom made delicious sandwiches for us. I stayed for 2 hours and then went home. It was a fun day. كل الحاجات دي كلها في الماضي، بس في حاجة واحدة بس اللي هي he lives in a small apartment. ليه طيب قلنا هنا مضارع؟ والله يعني هنا قلناها مضارع. احنا لو فاكر المضارع احنا قلنا بنضيف s او es او ies. ليه كده؟ ليه استخدمنا المضارع هنا؟ والله لان انا بتكلم عن حالته الحاليه. انا رحت له اليومين اللي فاتوا، لكن هو عايش في الشقه دي، فبتكلم عن عاده او بتكلم عن حقيقه عن ان هو عايش في الشقه دي. فطالما حقيقه وان هو عايش في الشقه دي ما اتنقلش منها، يبقى بستخدم المضارع. حلو، يبقى he lives in a small apartment. وبس ان انا رحت له الاسبوع اللي فات فبقدر استخدم بقدر استخدم الماضي. اتمنى تكون وضحت معاك. خلي بالك برضو كمان من جملة زي I stayed for 2 hours. I stayed for 2 hours. يعني I stayed for، كلمة for بتيجي وبعدها المدة الزمنية نفسها. حلو، يعني مثلا يعني هنا زي في المثال اللي هو هنا قدامك I stayed for 2 hours، اللي هو بقول لك أنا قعدت مع صاحبي يعني for 2 hours، اللي هو جت بعدها المدة أو الفترة الزمنية نفسها اللي هي الساعتين. أنا قعدت هناك ساعتين. أتمنى يعني تكون فهمت كلمة for. ما تقلقش، هتيجي قدام فيما بعد إن شاء الله في قصص، وهتيجي أمثلة تانية. مش عاوز أشغلك بأمثلة كتير وأحط عليك، أو اللي هو يعني أحط لك كلمات كتير موجودة، فبالتالي ده يكون عبء عليك في الوقت الحالي. Okay, I think now it's reading time. I need you to listen carefully and repeat after me. Okay? Last weekend, I visited my friend Omar. He lives in a small apartment. We drank coffee and talked about work and movies. Then we played video games and laughed a lot. His mom made delicious sandwiches for us. I stayed for 2 hours and then went home. It was a fun day. Okay, cool. Now, can you tell me, do you prefer staying at home or going out? Do you like to go out? Do you like visiting your friends? Or do you like to stay at home?
tell me that in the comments. Okay, till now, thank you guys for watching. Thank you so much, and see you inshallah next time.